السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأب والأم اللي بيشتموا قدام ولادهم دول مجرمين في حق أولادهم، أو بشكل عام اللي هو يكون سيء في الأمور اللي ليها علاقة بالأخلاق قدام ولاده، ده مجرم في حق ولاده، قسما بالله مجرم. أنا ما عنديش مشكلة إن أنت تبقى شخصيتك كده بعيد عن ولادك أو قبل ما تخلف، لكن يكون عندك أطفال، وخاصة أنا بتكلم على الأولاد أو الأطفال اللي هم لسه شخصياتهم بتتكون، لسه بيوعوا على الدنيا ولسه عينيهم بدأت تشوف وبتشوف كل حاجة من خلال أبوهم وأمهم، الناس القريبين. فلو انت بتشتم قدام ولادك او انت بتشتمي قدام ولادك، او بتكوني سيئه في التعاملات وفي الالفاظ اللي انت بتستخدميها قدام ولادك، او بتخليهم محاطين بالبيئه دي، انت ممكن تكوني ما بتشتميش بس بتحطي ولادك في بيئه او في وسط ناس بيشتموا، تمام، حتى لو من ضمن العيله، لو مش هتقدري تحجمي الشخص او الناس دي ان هم يمسكوا لسانهم في حضور الاطفال، ابعدي ابنك او ابعدي بنتك عن البيئه دي باي طريقه، لان العيل بيعمل ابديت بشكل مش طبيعي. هو شاف دلوقتي الرول موديل او الشخص اللي هو القدوه ليه واللي بيشوف الدنيا كلها من خلاله، والتفاصيل الحياه بتتشكل من خلال لمساته، اذا كان ابوه ولا امه شايفه بيشتم او شايفه سيء في المعامله او شايفه آه، شايفها قليله ادب مع جوزها، او شايف ابوه قليل ادب مع امه. العيل بيعمل ابديت، تخيل العيل ده هيطلع هيبقى ايه. وما تلومش الا نفسك وما تلوميش الا نفسك لما العيل ده او الطفل ده يكون عاق بيكي او عاق بيك او قليل ادب معاك او بيرفع ايده عليك او بيعلي صوته عليك، لان هو شافك انت بتعمل كده فما تقدرش تلومه. صح انك تحافظ على ابنك وتحافظ على بنتك من ان شخصيتهم تتشكل في الاطار ده. والله العظيم اللي بيشتموا قدام ولادهم دول مجرمين، قسما بالله مجرمين. وده اللي بيخلينا نتعرض للعيال الصغيره، عيل بيبقى لسه 4 سنين 3 سنين وتبقى ماشي في الشارع تلاقيه جنبك بيشتم شتايم مرعبة، شتايم انت تبقى محرج وانت كبير اهو تسمع الشتايم دي. تمام، فتخيل ان بنت بتسمع الشتايم دي من طفل قد كده، تخيل ان انا اكون ماشي مثلا او شخص ماشي معاه بنته اللي لسه صغيرة وقادر بطريقة ما ان هو يحافظ عليها من البيئة دي ومن الالفاظ دي، فالبنت تشوف بنت زيها او طفل صغير بيشتم شتايم صعبة جدا. فلو مش هتقدر تحافظ على عيالك من الالفاظ ومن البيئه دي، يا اما ما تخلفش، ولو خلفت يا باشا حافظ على عيالك، ما تبقاش مجرم في حقهم، حرام عليك. الموضوع بيبقى زي بالظبط زي اللي خلف عيل ورماه في صفيحه زباله ولا حاجه، الموضوع بالظبط نفس المقياس بالظبط.